تعالوا نعمل بقى حاجة حلوة جميلة ولذيذة وسهلة ومش هتاخد وقت معانا. جبت هنا بسكوت اوريو، حطيت كيسين يعني ونص، وهنطحنهم في الخلاط. نحطهم بقى في بولة ونركنهم على جنب. احضر بقى البودنج بتاع الكاستر. هنا 3 كوبايات لبن، هحط على ال3 كوبايات معلقتين من الكاستر، معلقتين كبار، مش هزود عن كده عشان ما يبقاش تقيل، و3 معالق سكر وحسب الرغبة بتاعتكم. ونقلبهم الاول كده واحطهم على النار. هنا بقى البسكوت اللي طحنته حطيته في الكاسات كده من تحت، عشان اصب عليه بعد كده الكاستر. هنا الكاستر بعد ما مسك، ونصبه بقى في الكاسات. بصوا هو يعتبر مش خفيف، لما يمسك في التلاجة شوية، لما تحطوه في التلاجة ويمسك هتبقى الطبقة بتاعته حلوة متماسكة. هنا بقى انا زودت شوية لبن وحطيتهم على النار شوية علشان الشوكولاتة تسيح معانا، وحطيت حوالي 4 مكعبات او 5 شوكولاتة، ودوبتهم مع بعض كده. بنحطهم بقى على الكاستر، بس هو احنا المفروض نسيب الشوكولاتة تبرد شوية. بعد بقى ما اخلص هنحط بقى شوية برضو من الاوريو اللي طحناه في الخلاط، نحط شوية من فوق، وندخله بقى على التلاجة يجمد شوية. عايزة اقول لكم بقى طعمه جميل جدا، كأنكم بتاكلوا تشيز كيك، وطبقة الكاستر مع الشوكولاتة بتدي طعم حلو قوي. متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك وتدعموني وتشجعوني. بصوا بقى هنا، وحاجة سهلة ومش هتاخد معاكي وقت خالص، وغير الطعم جميل. وبألف هنا.